بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذه الكلمة جات مباشرة من بعد التدخل ديال السيد رئيس الحكومة البارحة الثلاثاء في مجلس المستشارين خلال حصة الأسئلة الشهرية. طبيعة الحال الموضوع اللي كان هو موضوع الاقتصاد الوطني ومجموعة من الأرقام اللي هي غادي نرجعوا لها في وقت آخر، ولكن الذي أثارنا في الحزب أساسا هو التدخل ديال السيد رئيس الحكومة بخصوص أيت بوقماس، بحيث أولا الكلام فيه تهديد لرئيس جماعة، هذا واحد الشاب ناجح منتخب ديمقراطيا للولاية الثانية، وهذا الشاب ينبغي للوطن أن يعتز به لأنه شاب عنده خطاب سياسي راقي، خطاب سياسي وطني، وملتحم بهذيك الساكنة تيثقوا فيه وتيثق فيهم، وربما هذا الذي غاض رئيس الحكومة. هذه النقطة الأولى. ثم ثانيا السيد رئيس الحكومة بطبيعة الحال أنا غادي نقول بعض الملاحظات على الكلمة ديالو، ولكن جات يقول هذا الشيء اللي وقع في أيت بوقماز فيه الاستغلال السياسي وهذا غير معقول، وكذلك غنرجعوا لهذه القضية. فلا بد نوضعوا بعد هذه المسألة ديال أيت بوقماز في السياق ديالها، كيفاش الوقائع اللي ربما السيد رئيس الحكومة لا يعلمها لأنه لم يتدخل في الموضوع إلا بعد مرور أزيد من 6 أيام عن هذه الوقائع. ما نغلطوش الوسيط السياسي الديمقراطي خدا ان موندا داز في لي زيليكسيون ولا إيلي ولا منتخب ولا رئيس جماعة ولا رئيس جهة، هاد الناس هادو خصهم يلعبوا الدور ديالهم. إلا هو بغى يدير الخدمة ديالو وهو وسيط ويمشي يدق على البيبان اللي خصهم يدقهم ويحلوا المشاكل الناس ويجيب الأولويات، لأن كاع داكشي اللي تطرح داكشي كله ماشي صعيب، كل شيء مع الوقت. خلينا ما اسمح لي السيد الرئيس. هاد vous m'avez fait perdre le fil السيد الرئيس على واحد الموضوع اللي هو جد مهم. المهم الناس اللي هما مسؤولين وعندهم الوسيط السياسي خصو يلعب الدور ديالو. لا يمكن ان واحد الوسيط سياسي باش يربح واحد سياسي اخر يمشي يهجج الناس ولا يدير لا هذا ليس معقول، وهذا خصو ياخذ مسؤوليته. وانا كنقولها لك، كل واحد دار هذا الشيء والا غادي ياخذ مسؤوليته. حنا امام المسؤوليه وخصنا نكونوا رجال وناخذوا مسؤوليتنا. الا بغيتي تكون بريزيدون كومين وتكون رئيس ديال بريزيدون دو كونساي ولا ريجيونال ولا ديال الاقليمي او لا هذا خصك تمشي وتدافع على الناس. اما الا بغيتي دير شي حاجه خرج من تماك وسير ديرها، ونعرفوك فين كاين ونعرفوا كل واحد فين كاين. هادشي لا يعقل باش نكونوا متفقين، ماشي برامج اللي هي زعما هادشي كله في متناول ديال الدوله وفي متناول ديال البلاد، وكل حاجه غادي تجيب وقتها وغادي يدار داكشي، ولكن الطريقه يا اخي طريقه هذاك استغلال سياسي وغير معقول. السي خالد تيكوكين هذا الشاب الناجح رئيس الجماعة ديال تبانت تيقول بوضوح أنه قام بعدة إجراءات ومسالك ووساطة مؤسساتية، ولما لم يبلغ هذا الأمر مداه ومنتهاه وما حققش الأهداف ديالو، الساكنة قررت بمحض إرادتها وقررت أن تخرج في مسيرة وصممت على ذلك، وهو كان بين خيارين، يا إما يبقى اللور وإما يساهم من موقع، بما أن المسيرة ماشية من موقع التأطير والترشيد بالنظر للثقة اللي كاينه بينه وبين الساكنة. وهذا الشيء راه شافوه المواطنين وحسوا به أثناء المسيرة اللي مشات بطريقة منظمة بالسقف ديال الثوابت الوطنية بشعارات وطنية،
وكذلك شافوا من بعد من السلطات المحلية مشكورة قامت بالتجاوب وبالحوار، وكانت نتائج وخرجوا عند الساكنة، والساكنة عادت الأمور والحياة إلى طبيعتها. فالسيد رئيس الحكومة عوض أن يفرح بهذا أو غير أن يسكت، بما أنه سكت لمدة 5 أيام، جات يهدد رئيس مجلس جامعة، هذه مؤسسة دستورية الجامعات الترابية، عندها التدبير الحر وعندها الاستقلالية، وفي نفس الوقت جات يتهم طرف اللي هو حزب العدالة والتنمية بالاستغلال السياسي. الملاحظة الأولى، أولا السيد رئيس الحكومة، أين كنت خلال هذه 5 أيام؟ فين كنتي؟ ما اتصلتي، ما سولتي، وجاي من بعد 5 أيام تتقول ودي الاستغلال السياسي والتهديد. واش ما عجبكش ديك النجاح اللي وقع، أنه الساكنة خرجت بطريقة منظمة ومؤطرة، والسلطات المحلية مشكورة حلوا المشكل وتجمعوا واتفقوا وشافوا ديك المطالب البسيطة اللي غادي نرجع لها، والأمور عادت إلى حياتها الطبيعية. فإذا جئت بخطاب يؤجج، واش أنت الدور ديالك باش تلطف وتستوعب وتفتح آفاق؟ هذيك دابا واحد الدرس خصك أنت تجي، خصك تجي تقول ودي هذاك الأمور كاين بالفعل، كاين بعض المشاكل في التنمية وكذا وكذا غادي نوصلوا لها. وهذا ثانيا جيتي تتخبرنا بأن بيت تم ليلتين. وهذيك الجماعة اللي تكلمتوا عليها اللي هي أيد بوكماز، أنا أعرفها جيدا. جو سي با واش الإخوان المستشارين مشاو زاروها ولا ما زاروهاش. أنا كنعرف فيها، أنا بت فيها، دوزت فيها يومين وبت فيها، وكنعرف الإشكالية ديال الناس تماك واش واقع. شنو درتي من هاد الليلتين؟ راه ما تحتاجش تمشي تبات في أيت بوكماز ليلتين باش تطلع على المشاكل ديالها. إلا دزتي تما غير 4 ساعات خصك تعرف شنو واقع، وخصك دير اللي عليك. أنت رئيس حكومة، ثم أنت ماشي غير بايت ليلتين في أيت بوكماز وما درتي والو، وكأنك يعني مررت ما عرفنا شنو درتي في ديك 2 الليلات. أنت راك بايت أكثر من 10 سنين في صندوق التنمية اللي خديتيه من 2015 واللي فيه 50 مليار ديال الدرهم، وجيتي تتقول بأنه المناطق شاملة هذه التنمية، ولكن كاينه حق أولويات. واش ما بانتلكش في الأولويات في هذه 50 مليار واحد الطريق تما، هاد الطريق الجهوية 321 وواحدة 317 ولا 320، واحد المركز صحي خصو التأهيل، وشي ملاعب، هادشي في هذيك 50 مليار هذيك الأولويات ما دخلاتش. إذا شنو؟ إذا أنت جيتي تدافع على راسك لأن دزتي تما ليلتين والساكنة عارفينك وما درتي والو، والساكنة عارفينك بأنك خديتي الأمر بالصرف في صندوق تجاوز 50 مليار ديال الدرهم وما درتي والو. جيتي تدافع على راسك، ولكن كان خصك تسكت، لأن هذا الدفاع بالعكس، هذا الدفاع هو ضدك، وهذا الدفاع راه ما تيعجبش الناس وما تيوطنش الناس. احنا الدور ديالنا هو نرشد الحزب العدالة والتنمية. كان دائما يسولوا الجميع، يسولوا السلطات المحلية والسلطات الجهوية والسلطات المركزية شنو هما المنتخبين، الادوار ديال المنتخبين ديال العداله والتنميه، كيفاش دائما في الترشيد، ما عمرهم تيكونوا هما في التأجيج، دائما في الترشيد وفي الامتصاص ديال الغضب وفي الوساطه وفي دائما. وخلينيش نذكرك ب 2011 اللي انت ما عرفناك فين كنتي كاع، اللي جاي دابا تتقول لنا الاستغلال السياسي. هذا الامر هذا السيد رئيس الحكومه، احنا في الحقيقه رجعنا منين تجي للبرلمان تنديروا يدينا على قلبنا، لانه تنقولوا غير اسكت، لانه مرات تجي تهدد المستثمرين. انا تنعرف الثلثين وراه الا تبقيتي وتابعناهم راه ما غيكون والو. مرات تجي تهدد رؤساء الجماعه، وهذا رئيس مره اخرى تنأكد به بانه هذا نحن نعتز به، وخص الوطن يعتز بمثل هذا الشباب، هذا الشاب اللي كان بامكانه حتى هو اللي باقي تما في اعلى الجبال ومع الساكنه، وبديك الحوار وبديك الكلام السياسي الراقي الوطني المتميز، واللي يبث الامل وفي نفس الوقت تيهدد الوضع. انت ما كان خصك تجي من بعد 5 ايام وتجي بديك الطريقه. اولا ما هذا التهديد ديالك هو ينبغي ان تتراجع عنه وان تعتذر عنه، لانه هذا التهديد لا ديال المستثمرين ولا ديال رؤساء الجماعات. وانا نقول لك الاستغلال السياسي ماشي حنا اللي درناه، انت اللي داير الاستغلال السياسي اللي جاي للبرلمان، مؤسسه دستوريه، من بعد 5 ايام ديال السبت المطبق ما سمعناكش نهائيا، لولا التدخل مره اخرى ديال الحكيم ديال السلطات المحليه، وكذلك المستوى الراقي ديال رئيس الجماعه وديال الممثلين ديال الساكنه وديال الساكنه، النضج ديال الساكنه اللي عطاك درس
اللي بايت عندهم 2 الليلات وما درتي والو وجيتي تتخبرنا بانه بايت 2 الليلات وكانه تمن علينا بانك بايت 2 الليلات في ايه بوغماز. اذا اللي داير الاستغلال السياسي هو انت. وانا نقول لك هذا ماشي استغلال سياسي، هذا جبن سياسي اللي من بعد 5 ايام عاد جاي تتكلم في موضوع اللي كان خصو يشغلك داك الساعات الليله ديال الاربعاء ونهار الخميس. ثم نقول لك بانه هذا غباء سياسي، ما هو لا استغلال سياسي، هو استغلال سياسي لان جيتي تستغل منصه البرلمان في سؤال لا علاقه له بالموضوع، وجبن سياسي لانك تاخرت عن القيام بمسؤوليتك في وقتها، وغباء سياسي اللي جاي الامور الحمد لله هدأت، والسلطات المحليه والسلطات المنتخبه داروا خدمتهم وراهم خدامين في الميدان باش يعالجوا ديك الاشكاليات اللي قلتي بسيطه. وإلا كان بسيطه علاش ما درتي فيها والو؟ وانت مره اخرى هذه 10 سنين وانت ساكن في ديك الصندوق ديال التنميه، قول لنا الا كان بسيطه اذا واش ماشي من الغباء السياسي تجي تحيي هذا الموضوع بهذه الطريقه؟ والمساله الاخيره والرساله الاخيره اللي نقول لك، اولا هذه القضيه ديال التهديد اللي رجعتي تديرها بغينا نعرفوا غير شنو رجعتي تتحسب في راسك. ترى رئيس حكومه مؤطره بالدستور وكاين رابط المسؤوليه والمحاسبه، وخصك تعرف هذه البلاد شنو هي. هذه البلاد ما تبقاش تهدد فيها ويسحبك، انت غدا تبات ما تصبح، بحيث لانه انت مرتبط بواحد التعيين ديال جلاله الملك. الا ما بقاش ديك التعيين ما بقيتي والو. انت خصك تدخل راسك مزيان بانه هذه البلاد راه كاين فيها شعار واحد: الله الوطن الملك. وغنعاودها لك: الله الوطن الملك. والاختيار الرابع اللي تزاد في الدستور 2011 اللي هو الاختيار الديمقراطي، اللي الناس تيختاروا الناس اللي يمثلوهم حقيقه واللي تيعرفوا السياسه. اما انت بان لي مخاطك السياسه، وبالتالي بدات تراعي الكلام ديالك الله يجازيك بخير. حنا في حزب العداله والتنميه حنا هذه 4 سنين وانت في هذه الحكومه، وحنا تنبهوك بوطنيه، تنبهوك للاخطاء، تنبهوك للامور، وانت ما تسمع لا تسمع. وهذا هو المشكل ديالك. المشكل ديالك انك راكب راسك، لا تسمع الا لنفسك، وما تتخلي حتى واحد يقول لك وديها شنو الامور اللي خصها تدار، الامور اللي ما خصهاش تدار. فلذلك مرة أخرى هذه الخرجة ديالك الأخيرة في مجلس المستشارين هو خطأ سياسي حقيقي، وما كان لك أن تقوم بهذا بهذه الطريقة هذا. ولذلك مرة أخرى ننصحك بأنك خصك تعبر الكلمات ديالك، وخصك تحترم المؤسسات الدستورية، وتحترم المواطنين، وخصك تقوم بالدور ديالك في المعالجة ديال الاختلالات التنمويه، سواء في الحمايه الاجتماعيه او في الاقتصاد الوطني او في البرنامج ديال التفاوتات المجاليه. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.